السودانية ولا الحكومة السودانية في تشاد ما في عسكري تشادي وما في إنساني تشادي عبر التاريخ يقتل مرة يغتصب مرة ولا يقتل سخير صغير ولا يتش كوازي يتش حلال. أنينا 60 سنة 50 سنة زيادة منكم قندوس يوم واي مسؤول تشادي وايك من تنبالباي لخايد محمد إدريس ديبيدا مسؤول تشادي كي يوم وايك نادو في محكمة الجنايات الدولية المعروف بالCPI يوم وايك مسؤول تشادي كي نادو في محكمة الجنايات الدولية ولا قربو اسمه هناك ما في حتى يسين أبري ما دوروا في محكمة الجنايات الدولية. دون عشان ده السودانيين دول نخليه يقعدوا ساكت دواسكم جمع عن بيناتكم انتوا السيادة شغلكم البلعنكم جمع لكم هناك ده يتحملوا ما تزرعوا الفتنة ساكت ما تكرهوا الشعب السوداني للشعب التشادي. أنينا عندنا ملايين من السودانيين عايشين عندنا ملايين من التشاديين عايشين في السودان. أنينا ما صدرنا لكم يوم واحد لا سرقة لا قتل لا نهب. النهب المسلح ده اسم النهب المسلح كله يرفنا في السودان اسم الجنجويد واسم الأقصى أمسى ما تجيبوا هنا ما تجيبوا يعني هاي أقصى وأمسى وما تجيبوا هاي الجنجويد وحرق القرى وقتلنا الأوين والاغتصاب الأوين النساء والله ما سمعنا إلا في السودان. أنا ما متخيل إن السودانيين لو تقدروا تعملوا شيء زي ده لكن داكو قاعد تعملوا ما تخطوا في راسنا ساكت. حكومة تشاد لازم يشيل مسؤوليتها يجيبوا لنا الناس السياسيين الحكومة خليه تهتم بالموضوع ده. تشاديين دول تعبانين هناك في السودان. هسه المخابرات السودانية ده بالنفر بس انت نفرك من غرب السودان ده كان ولا انت قلت انا التشادي ده خلاص يقربوك ودروا هسه يا جماعه اسالوا هناك شوفوا تشادين تعبانين مره وجاي تأيبوا التشادين السودانيين دول والدعم السري ده ما تشادين هم السودانيين. انتوا سياده خلقتوا الدعم السري. الدعم السري خرج من ريم الجيش السوداني دربتوهم انتوا شلتوهم انتوا لقطتوهم انتوا وهسه انقلب السير على الصاير. ضرب الله الظالم بالظالم. قتلتوه فوق بالدعم السري ده قتلتوه ناس انا دارفور كله وهسه كمان الله قبلهم سلط عليكم انتوا. دونك انتوا ما تبقوا النجاة بلين جلابه دول ده ما تعيرونا انينا تشادين انينا ولا قتلنا لكم ولا سرقنا لكم ولا اغتصبنا بناتكم. انينا ايه يسمع المرأة يسمع التشادين. انينا ما نسوي شغلنا فردا وفي الدواسنا انينا سوينا مئات السنين ولا زيادة من 50 سنة ده يوم واحد أسكرنا تشاتكي ما مشى اغتصب مرة أنا نادم ولا تشاكوزي ولا قطع نادم ولا شرطوا بطن أنا مرة وما طلبونا في محكمة الجنايات الدولية. دونك ما تسوا دعايتكم ده انتوا المثقفين والواعيين من السودانيين ده داروا السودانيين هناك والوادين السفهاء جاي يعيروا تشادينا ما يعيرونا ساكت. لا مشينا نهبنا أنينا مشينا والله إلا نقرأ قرآن في السودان وكم مشينا إلا نتعلموا في معاهدكم الدينية ومشينا قاتلنا مع الإمام المهدي مرقنا الإنجليز أفكر الغرابة لسه تشوفون قبائل مشتركة كل جوكم من كان مشينا لكم من أجل الله ومن أجل الدين وحررنا لكم بلدكم. أنينا يوم ما ودينا مصيبة في السودان وأنا ما نقدر ندخل في الديتاي الآخر ده ما نقدر نقول أنتوا السودانيين ده جبتوا لنا شنو في تشاد ده أقول ساكت. دونك ما تقتلوا التشادين هناك ولا تعزوا التشادين والجنجويد دول والدعم السري ده ما تشادين. سودانيين اخوانكم حلالكم انتوا السياده بس مرقتم انتوا السياده بس كونتم ابولو فوقهم والله يجيب لكم عافيه في بلدكم. انينا كل صلاه الجمعه في نجمينا هنا وفي عبيش وفي اي مكان قالوا يشيلوا لكم دواء الله يجيب عافيه في السودان وانتوا كمان فجروا اشياء تعيرونا في اللايفات ما تعيرونا. ما اي صعلوق يمرق يقول الناس اللي بنهبوا دول تشادين والناس اللي بيقتلوا دول تشادين والناس اللي بيغتصبوا دول تشادين. ايه ما في تشادي بشيء زي ده. انتوا تقولوا ما في سوداني بشيء زي ده ما انتوا بس قاعدين تنهبوا وتقتلوا في دارفور ده. الجيش التشادي مشى نهبوا قتل ناس في دارفور وطلبوهم في محكمة الجنايات الدولية وانتوا ما عندكم مخ ما تعيرونا ساكت. دونك ما تخلوني ننفعل ندخل في موضوع آخر. الله يجيب العافية في السودان والله يجيب لكم السلام ويحاننكم وشكرا جزيلا. والموضوع الثاني ده أنا خليته نتكلم في موضوعنا السودان ده بس.